اهلا بيكم. النهارده باذن الله هيكون فيديو قوي جدا. فيديو بيخص الناس اللي معاها محافظ الكترونيه زي كنت مثلا اورنج كاش، فودافون كاش، اتصالات كاش. الفيديو ده هيكون مهم جدا ليك، وهي نصيحه اخويه. بس قبل اي شيء يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك لو حسيت ان القناه مفيده ليك او الفيديو فادك عموما يعني. المهم، انا من قيمه فتره صغيره انا عموما معايا محفظه في اورنج كاش وفي اتصالات كاش. فمحفظة اورنج كاش اتقفلت بسبب غريب، يعني اتقفلت كده منها لنفسها. والمصيبة الأكبر إن لما كنت باجي أعمل إيداع فيها، في سواء كان في أي مكنة اي تي ام أو إلى آخره يعني، ما كانتش بتقبل. فكنت لازم أعمل إيداع من سنترال عشان يحول لي الفلوس على المحفظة بتاعتي، فاهمني؟ طب أنا عايز أعمل إيداع من المكنة لأن هي أولا بتاخد عمولة أقل، تمام؟ ثانيا إن هي أسهل وأحسن بكتير. فجيت لقيتهم باعتين لي رساله معناها ان انا قفلوا لي المحفظه الالكترونيه بتاعتي. فطبعا انا بقى جاي اقول لك على مشكله وحاجه لازم تتجنبها جدا وانت بتيجي تعمل المحفظه الالكترونيه بتاعتك، وحاجه بسيطه خالص عشان ما تجيش تكلم خدمه العملاء ويصدعوك وفي الاخر الحل بسيط. انا جاي اديهولك على طبق من ده. الحل او المشكله كلها كانت في الباسورد بتاع المحفظه بتاعتي. انا استغربت جدا لما جيت عشان اعمل ايداع في المكنه عموما ما بيقبلش. طب ليه السبب او ايه السبب؟ السبب ان انت بتعمل الرقم السري في ارقام متسلسله. يعني سواء كنت مثلا عامل 1 2 3 6 7 8، مش عارف 7 8 9، فاهم؟ عامل ارقام متشابهه، عامل ارقام سهل تخمينها، فاهم؟ هي المكنه عموما مسستمينها. الشركه بتاعت الاي تي ام بتسيستم المكن بتاعها ان اي رقم تسلسلي جنب بعض ارفضه تماما، ولو كرر معاك العمليه كمان مره اقفلوا له المحفظه بتاعته. فهمت؟ فانت كل اللي عليك تعمله لو انت باسورد المحفظه بتاعتك او انت لسه عامل محفظه الكترونيه جديده، كل اللي عليك تعمله هتخش من الابلكيشن وتغير الباسورد. خلي الست ارقام تكون عارفهم، بس في نفس الوقت ما يكونش لهم علاقه ببعض، عشان اول حاجه هيصعب تخمينها. تاني حاجه المكنه اللي يتم يقبلها معاك وما يتقفلكش المحفظه زي ما اتقفل لي. طبعا هي اتفتحت لي تاني ولكن بعد عذاب بقى، يعني انا امبارح اصلا ما عملتش فيديوهات بسبب الموال ده كله. بس يا شباب دي كانت حلقه النهارده. يا ريت بقى لو الحلقه بتاعتنا عجبتك يا ريت تنزل تشترك وتحط لنا لايك، عشان دي اكتر حاجه بتخليني اكمل. والسلام عليكم، باي باي يا شباب.